شنوينا يا منصوري حمراء وخضراء مولودية في قلبي. شنوينا يا منصوري حمراء وخضراء مولودية في قلبي. وين تلعب الاشقاق خرطوم عليها حاجة ما تشدني. وين تلعب الاشقاق خرطوم عليها حاجة ما تشدني. شنوينا يا منصوري حمراء وخضراء مولودية في قلبي. شنوينا يا منصوري حمراء وخضراء مولودية في قلبي. وين تلعب الاشقاق خرطوم عليها حاجة ما تشدني. وين تلعب الاشقاق خرطوم عليها حاجة ما تشدني. غير جديد. جديد مع عبد النور. الركاب العلي بال الهرباوي
جديد مع عبد النور في درجتي. Harmonie Édition, Groupe Pinayo et Groupe Torino. Viva la Chile! Ohé, 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 ohé. Viva la Chile! زوج بزوج دخلوا بنابليا رعدوا في بيشا الشعلي زيادة قلع الوسطى يسبق له ان شاء الله ربح
زنقة زنقة وندير عليها الرشاش وعلى الزرقاء هاد الليلة ما تبراش. زنقة زنقة وندير عليها الرشاش وعلى الزرقاء هاد الليلة ما تبراش. سهرت والدرة وتفت حرة هدار دار واش ديري بالبربور زهو الغدار ويلي عليك حلق الشفار. يا ودار دار واش ديري بالبربور زهو الغدار ويلي عليك حلق الشفار. زرقا زرقا وندير عليها الرشاش وعلى الزرقاء هاد الليلة ما تبراش. زرقا زرقا وندير عليها الرشاش وعلى الزرقاء هاد الليلة ما تبراش. اقلي عمك الخدم ولا قابلك حنوه هو بيت بيت حوجي واش اللي ربيت بنيت وعليت نهار اليوم التكويت. يا بيت بيت حوجي واش اللي ربيت بنيت وعليت نهار اليوم التكويت. زنقة زنقة وندير عليها الرشاش وعلى الزرقاء هاد الليلة ما تبراش. زنقة زنقة وندير عليها الرشاش وعلى الزرقاء هاد الليلة ما تبراش. تحية لجمهور الزينة كل واحد باسمه يا الحبابية. هيا الامبيونس عليك.
النتيجه الاولى وتقول لنا الاداء تاع الاصاغر. والله الاداء تاع الاصاغر فريق بي على كل حال، فريق ما نقولوش فريق قوي، وكيف الفريق متنوع اللاعبين، وكاين لاعبين لا ما مشوش في المقابله في الاول باش يتحكم ميزان الامور، والحمد لله ان نربحوا النتيجه عريضه ونهنيهم على البطوله. وبالنسبه لكادي كاين ماتش مليح، فات ماتش مليح. اخطاء في الدفاع كاش الدفاع لازم شي خبره باش يتعلموا ان شاء الله الدفاع، ولكن الهدف تاعنا ان نربح المقابله ندوز النقاط، وان شاء الله البطوله الهدف تاع البطوله تحصل البطوله ان شاء الله، نكملوا لاكوب ان شاء الله في المغير ان شاء الله بنيم وكادي، واللي بينجم كيف ان شاء الله في المسات يكملوا حتى البطوله تاعهم ويحصلوا مره ثانيه، وان شاء الله العام الجاي في اللقاء تاعنا ان شاء الله تكون احسن النتائج خير من هكا ان شاء الله، التحضيرات تكون خير من هكا، كذلك سينيور ان شاء الله حفظنا على البقاء بجهود اللاعبين والاداره، وان شاء الله العام الجاي تكون احسن والفريق يكون احسن بالمستوى الحالي ان شاء الله. بالنسبه لكادي والمستوى تاع الحراس، يعطيك حارس قديم بالوفاق وكلاب الواد، فتقيم من الحراس تاع لكادي والمنيم. المنيم على ما اظن كان دريد محسن بالرغم انه ما لعبش مقابلات ما كانش يلعب، ولكن ادى مقابله بمستوى نشكروه على كل حال، بالاضافه للحراس الاخرين قدموا ما عليهم. هل تشوف فيهم عندهم مستقبل؟ عندهم مستقبل على كابر ان شاء الله. عندهم مستقبل ان شاء الله، بلون طيب التحضيرات ان شاء الله عندهم مستقبل ان شاء الله. وبالنسبه للاعبين كيف شفت اللاعبين عند بدايه تلقاهم؟ والله مستوى مقبول، مستوى مقبول ان شاء الله يكون في مستوى ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. مدرسه تاع الوفاق راهي تنتج ان شاء الله ديما ان شاء الله، ديما نفس التحضيرات ونفس النتائج ان شاء الله كل عام. هذه الامنيه تاعنا كمناصرين احنا نتمنوا الفريق هذا من المنيم واللي بيجامع لكادي هم مستقبل الاكابر. بالنسبه للقاعه حتى كريم حتى عندنا قاعه، ونتمنوا يحافظوا لنا على القاعه المناصرين. كلمه تقولها المناصرين. والله نشكر الانصار على كل العام هذا، ما كانش عدد كبير الانصار اللي اختار الاكابر، ولكن ان شاء الله العام الجاي متاكد انه يكون حضور قوي في الصاله تاعنا دعما للفريق، وان شاء الله تكون احسن من هكا ان شاء الله النتائج بالانصار ان شاء الله، لان بيهم ما نديروا والو احنا بالانصار نمشوا ان شاء الله، ونشكرهم شكرا جزيلا ان شاء الله. ان شاء الله يكون العشيه على القطاش وفي حساني الانصار يسمعوا فيك، كلمه اخيره تقولها لهم. الانصار وش نقول لهم؟ نقول لهم الفريق وبالانصار، ما كان الانصار ما كانش فريق، الفريق بالانصار لان واحد يكمل واحد. ان شاء الله العام الجاي يكون بقوه ان شاء الله. هذا ان شاء الله الاكابر يقدموا المقابله الجايه على 3 نقاط على الاقل يزيد يثبت ان شاء الله، بالرغم الظروف مرنا بها العام هذا الاكابر، ولكن نقول الحمد لله الهدف تاعنا حققناه هو البقاء، وان شاء الله نكون لحمه واحده ويد واحده ان شاء الله الاكابر، خاصه الاكابر، والمشاكل تاعها ان شاء الله بمرور الوقت ان شاء الله، ومع مع الاشبال على كل حال كان مستوى مقبول، لاعبين والله ان شاء الله اللاعبين هذا 4-5 لاعبين طالعين جدد 98 ان يكونوا يكملوا النقاش تاع الاكابر، لان كاين لاعبين كبار، كاين اللي يحبس، كاين اللي يكمل، ولكن احنا نتمنوا ان اللاعبين الكل يكون لحمه واحده مع بعضنا، اكابر مع طالعين جدد مع الجينور، يكونوا فريق قوي هذا ان شاء الله نمشوا به للامام ان شاء الله. حتى الاكابر اللاعبين اللي راح يقاتلون نتمنوا باش يبقوا بالوفاق يعطوا دعم معنا. احنا كاداره او كمدربين وكل او معنا وكل مساحته حتى واحد، ولا نقول واحد خلاص مستوى تاعك مش مقبول، دائما الفريق تاعهم يبدوا فيه يكملوا فيه ان شاء الله، دارهم نعم الفريق تاعهم دارهم، وحنا نقصوا حتى واحد. بالعكس الاكابر هم القدوه تاع الاصغر ان شاء الله، هم اللي يلزمونهم ان شاء الله. وين يشوفوا الاصغر يشوفوا الاكابر يتمنوا حتى يسووا كلاعب جديد. هذه الامنيه تاع الاصغر والاشياء باش تكون في المستقبل. كلمه اخيره لرئيس الفريق والمكتب اخر الثلاث تقييمك للمستوى حصيلة العام في البطوله الولائيه بالنسبه للاكابر والصغار. رئيس الفريق على كل حال يقوم ما عليه، احنا نتمنوا ان شاء الله العام الجاي، لان العام هذا كاين شويه تعب خاصه في الاداره، نتمنى العام الجاي يكون طاقم اداري يكون ناشط شوي، يكون ينضموا لنا بعض الافراد الاخرى اللي قادر تقدم اضافه للفريق هذا، باش على الاقل احنا نريحوا كمدربين او كمسيرين يعاونونا، لان الفريق مش واحد وثلاثه، فريق راهو مجموعه هي اللي تعاون. واش قلت السؤال الثاني؟ وبالنسبه للمستثمرين يحاولوا باش يقدموا الاضافه والدعم المادي للفريق، ونشوفوا في العام هذا ناقص. قبل المستثمرين نرجع للفريق النتائج، احنا كل عام تقريبا محافظين على النتائج تاعنا. هذه الحاجه اللي مش مليحه العام هذا هي الازمه، مش الازمه والوقت السوداء، كنا متمنين حتى الاطفال يكملوا معنا في البطوله والكاس، ولكن الله غالب.
مش منهم على كل حال، هم قاموا بالواجب تاعهم، هو سوء التحكيم. سوء التحكيم. وان شاء الله ما يفشلوش، ان شاء الله يكملوا ويتعلموا، وعام الجاي مستقبل العام الجاي ان شاء الله بس المستثمرين اللي يعاونوا فينا ان شاء الله يكملوا يعاونونا، واللي ما يعاونوش ان شاء الله يدخلوا العام الجاي ان شاء الله يعاون الفريق هذا. الفريق هذا هو الزهره تاع حسن عبد الكريم، هو النوار تاع حسن عبد الكريم، نبدا به ما تباش حسن عبد الكريم. بدل ما عندنا قاع في حساني ومكسب للبلده ومكسب للاعبين هذا والجيل هذا في المستقبل. الماذا بينا المستثمرين يحاولوا يدعموا الفريق بالمكتب هذا ماديا، لان حاجه للماده هي اول قبل شيء. ان شاء الله بلا ماده مش الفريق، ما تمشيش الامور بلا ماده مش الفريق. ان شاء الله يكملوا معنا ان شاء الله هذا مكان، يكملوا معنا انصار مستثمرين اداريين شباب انصار، وان شاء الله المستقبل يكون احسن من العام هذا واللي قبله ان شاء الله. بارك الله فيك. مشكورين. بارك الله فيك. كلمه صغيره مع سالم كلمه صغيره بالنسبه كمثلت كاستاذ رياضي ومدرب، كقيم لنا الفرق القادي والميني. مقبول، مستوى مقبول، بعض الفرق مقبول، بعض الفرق ضعيفه جدا. بارك الله فيك يا زهري. ما هم زهري ما نعرفش نعرف. عرفت، اسمح لي. الزهري نشوف اليوم المينيم كملوا، الاصغر كملوا، واش قيم لنا في؟ نقول اخويا مبروك الاصغر وفاق حسن عبد الكريم، مبروك لاشبال حسن عبد الكريم، وديما رانا مع الوفاق، معناها قلب ورب ان شاء الله مع الوفاق، وان شاء الله نتأهلوا البطوله الوطنيه ان شاء الله عن قريب. كلمه للرئيس غايب علينا اليوم، كنا نتمنوا باش يكون معنا او غايب علينا. المهم ثاني كما نشكر السيد الرئيس جبرون عبد الرؤوف على كل المجهودات المبذوله تجاه الفريق سواء الاصاغر او الاكابر او الاشبال. المطلوب من اللاعبين انهم هم اللي يضحوا شويه خدمه والتاهل للبطوله الوطنيه ان شاء الله عن قريب. كلمه الانصار الاخيره. نشكر الانصار معنا على التواجد تاعهم سواء مع الفئات الصغرى ومع فئات الاكابر، ونقول لهم ان شاء الله الملتقى العام الجاي في قاعه حسن عبد الكريم يكون الحضور بقوه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا مناصر سالم، وش تقول لي كيف؟ الله يعطيهم الصحة، بذلوا مجهودات كبيرة وفريق لا بأس به اللي لعبوا فيه هذا، لكن نتمنى التوفيق والمواصلة. بارك الله فيك. الله يسلمك. هذه المقابلة تاع شوية مع البياضة، نتمنوا باش يديروا لنا مقابلة قيمة، وإلى اللقاء في الاستديو الثاني إن شاء الله.